السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ الفيديو النهارده والوصفة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده حاجة عظمة ونظافة وجمال وضامنة سندوتشات المدارس ان شاء الله تكون زي الفل. معانا ايه يا هنود النهارده؟ زي ما احنا شايفين معانا البلو بيف. تعالوا نشوفوا هنعمله ازاي بالقوام واللون والجمال الأعظم ده. اهلا بالمدارس واهلا بسندوتشات المدارس. يلا بينا نشوف الوصفة. يلا بينا. ومعانا نص كيلو لحمة مفرومة وعليها 20% من الدهون، صدقوني الدهون بتفرق معاها في الطعم جدا. ومعانا بصلة وملح وفلفل وبهارات لحمة، وهنحط معاهم لورا وحبهان. بس اهم حاجه زي ما انتم شايفين كده هنعد الحبهان عشان اول ما هنسلق اللحمه دي هنشيلها، لازم تشيليها عشان ميبقاش طعمها وحش. وهنشوح اللحمه بدون اي ماده دهنيه على النار. تمام. ومعاها التوابل بتاعتنا وحطينا اللورا، انا حطيتها بودر زي ما احنا شايفين معلقه صغيره، لو عندك ورق تمام مفيش مشكله. وهغطي عليها واسيبها لغايه ما تستوي تماما، وهخلي فيها نسبه ميه صغيره، وهضيف لها لون احمر عشان خاطر اعملها زي بتاعه بره بالظبط ما تختلفش. ومعانا معلقتين جيلاتين هندوبهم، معلقتين صغيرين او معلقه كبيره، هندوبهم في ميه دافيه وهنضربهم في الخلاط مع اللحمه واللون الاحمر عشان يطلع لنا البلوبيف زي ما شفنا في اول الفيديو. واهم حاجه يا جماعه اضربوها كويس جدا جدا، وما تنسوش تشيلوا الحبهان قبل ما تضربوها في الخلاط. ضربناها كويس جدا. هنجيب بقى القالب بتاعنا زي ما احنا شايفين، بص شكلها عامل ازاي تحفه، وهنضربها كويس جدا. هنجيب بقى القالب بتاعنا اللي هو هتحطي فيه البلوبيف وتدهنيه كويس جدا جدا بالسمنه، لازم تغرقيه سمنه علشان يديك الطعم والقوام بتاع بره. وهنحطها فيه وهندبها دبتين كده علشان نطلع اي هوا فيها، وحطيها بقى في التلاجة من 4 ل5 6 ساعات زي ما انتي عايزه. لو عملتيها من بالليل تاني يوم الصبح ان شاء الله هتاكليها. وبألف هنا وشفا، وضامنه البلوبيف القمر اللي انت عاملاه لاولادك والسندوتشات المدارس، حاجه كده كويسه مفيش فيها اختلاف. زي ما احنا شايفين اهو، انا سبته في التلاجة 4 ساعات، ما شاء الله اللهم بارك، القوام واللون والريحه والطعم مش قادره اقول لكم. يعني انا عملته لاولادي واكلوا، وبعد ما خلصوا قلت لهم انا اللي عاملاه، ما كانوش مصدقين. يلا بقى جربيه.